سنك 35 سنة أو أكتر، يبقى الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي طبقها في حياتك وتهتم بيها جدا. لازم تعمل حجامة كل سنة حتى لو ما حسيتش بالتعب. الحجامة هتشفيك وتقيك من أمراض كتير جدا. اشرب مية كتير. أكتر الأمراض اللي بتصيب جسم الإنسان سببها قلة المية. النصيحة التالتة لازم تلعب رياضة كل يوم لمدة ساعة على الأقل. تجري بقى، تتمشى، تلعب سباحة، تشيل حديد، المهم إن أنت لمدة ساعة يوميا تلعب رياضة. النصيحة الرابعة لازم تقلل من الأكل. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. قلل من استخدام السيارة. خلي السياره المشاوير البعيده اللي ما تقدرش تروح لها على رجلك. لا قريبه والمسجد قريب والشغل قريب، روحوا على رجلك. النصيحه السادسه بطل تغضب. خلاص ما عادش في مجال انك تغضب ولا تزعل ولا تتضايق. الحاجات دي بتاثر على نفسيتك على معنويتك. النصيحه السابعه اترك مالك في الشمس. وزي ما بنقول كده، حط فلوسك تحت رجلك تعليك. اصرف بقى كده وروق امورك، ما تقعدش تضغط على نفسك وتضغط الدنيا حواليك. النصيحه الثامنه لا تذهب نفسك عليهم حسرات. لو متعشم في حد قوي خلي بيك، ما تزعلش عليك، اهو راح لحال سبيله. تواضع ثم تواضع ثم تواضع. لو انت معاك فلوس كتير قوي خلي الفلوس دي على جنب وخليك كده قريب من الناس. حب الناس والناس هتحبك. النصيحه العشره لو شعرك ابيض ما تفكرش انك كده بقيت كبرت وانك بقيت شايب وانك بقيت خلاص ما عادش ليك لازمه. لا ابدا اطلاقا، ده انت بدات تكبر وبدات تعقل وبدات يكون ليك قيمه اكبر. عيش بالذكر، سافر، متع نفسك بالحلال. النصيحه الاخيره ما تتركش صلاتك ابدا، لان دي الورقه الرابحه في الدنيا والاخره. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.